من مكان الحدث المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج مع الطالب عبد الغفور اللي من أشمون، بلد صعايدة المنوفية زي ما بيقولوا، رجالة المنوفية بقى، مش صعايدة. ما الصعايدة دول رجالة مصر بحالها، وأشمون رجالة المنوفية بحالها. عبد الغفور، أنا فوجئت بيك النهاردة، دخلت عليا تسلم، ده من شهامة أصلك وتربيتك الطيبة، وبندعي الوالدين اللي هم نعمة التربية إن حضرتك تعدي وتفتكرنا وتسلم علينا وتيجي تقول لنا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم رمضان. ده شرف لينا، انت ابن من أبناء المدرسة وابن من أبناء قسم الميكانيكا. قول لنا بقى كده يا عبد الغفور، أول ما قدمت في التنسيق وجالك ورحت احكي لنا كده شعورك كده كشاب بدأ يوصل لبداية الطريق بتاعه أو الحلم بتاعه أو الهدف بتاعه. طيب تمام، مبدئيا هنبدأ بالنتيجة. أول حاجة أنا لما النتيجة بتاعتي طلعت ما كنتش راضي عنها وزعلت زعل جامد، جايب 91.1%. تمام. زعلت زعل يعني جامد أوي، قلت ده مش مجموعي وده مش اللي أنا ذاكرته وده مش اللي أنا اشتغلت على السنين اللي فاتت دي كلها. أنا كان المفروض أقل حاجة أجيب 95-96%، بس هو الحمد لله إرادة ربنا جمعلي كده. بعد كده والدي في التنسيق قال لي هحط لك المعهد العالي للسكة الحديد تكنولوجيا النقل والمواصلات. فأنا يعني ما كنتش عايزها الصراحة. وبعدين حطيت تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا، بعد كده تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة برج العرب، وهكذا بالتنسيق بالترتيب. تمام. فهو والدي كان عايز يخلي بيقول لي وظيفة حكومية ومش عارف ايه بتاع، وهتتخرج في التسع خطط مهندس أو كده والكلام ده كله، وأنا كنت من جوايا أنا مش حابب الموضوع. فهو انا جبت 91/10 والتنسيق بتاع الكليه دي المعهد العالي للسكه الحديد خد من 92%. فانا لما خدت من 92% راح جاي لي الاختار بطاقه ترشيح ان انا ترشحت لكليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه جامعه الدلتا التكنولوجيه. طبعا فرحه لا توصف ان انا قدرت احقق لو جزء صغير حتى من حلمي اللي انا وصلت له وبقيت الحمد لله مهندس. في طبعا اجزاء كتيره طبعا لحلمي ان انا اوصل بعد كده، بس الحمد لله ادي اول سلمه للنجاح ابتديتها اهوت وحطيت رجلي عليها، وان شاء الله ربنا يكرمني ويوفقني في اللي جاي، والتوفيق ليا الجميع. ودخلنا الكليه، دخلت وبقينا من ابناء التعليم العالي الحمد لله. وبقينا نشيل الشنطه دي فيها ايه كده؟ فيها لابتوب. وريني كده الشنطه دي فيها حاجه كده من حاجات الكليه ولا انا خمنت غلط ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. عقبالكم يا اولاد، عقبالكم ما تمشوا بشنطه كده ويبقى اللي فيها الشغل ده. الله اكبر الله اكبر. لا انت هتخمنا بقى كده، قول لنا امسك حاجه كده وقول كده. هو ده بتاع الجبر الخطي. ده بتاع جبر الخواطر، ده حطه على جنب. جبر الخواطر، ايوه. ده سايبر سيكيورتي. ايوه سيكيورتي، عارف سيكيورتي يا ابني؟ بتاع الامن اللي بيقفوا، هو ده بقى هيبقى منه. لا ده مش الامن. ده الامن السيبراني اللي بيلبسوا ازرق دول، هو ده. ده الاي تي اسينشال، ده اللي هو بيقول لك على الكمبيوتر وفاهم كل حاجه فيه طبعا فاهمين كل حاجه، لو فتحنا كده فاهمين هم فاهمين من غير ما تقول. ده البايثون، تمام. دي لغه برمجه، دي لغه برمجه اسمها البايثون زي العربي كده لغه. ودي الانجليزي، ودي تشكيل المرة. ايه رايكم يا اولاد؟ حد ليه تعليق؟ اسالوه اي حاجه، اسالوه. اللي عنده سؤال لزميله قول. كل المواد انجليزي؟ ايوه كل المواد انجليزي، مفيش حاجه اسمها عربي، مفيش حاجه اسمها تجاوب عربي. ولو جاوبت اجابه عربي هناك تتخرج يعني من الكليه دي ايه فرص العمل بتاعها؟ فرص العمل كتيره جدا. تقدر تشتغل في اي مجال، ممكن تشتغل حساب خاص، تقدر تشتغل في اي شركه. والتخصص انا لما دخلت اي تي، تمام، كنت فاكر ان انا لما اخش اي تي خلاص انا كده هتخرج اي تي وخلاص، مفيش في اي تي اعمل كاميرات تصاير مش عارف ايه. المهم ده هندسه انا اتضح لي بعد كده ان جوه القسم اي تي ده اقسام. ازاي؟ عندك الشبكات نتورك، وعندك بروجرامز برمجيات. الشبكات بتنقسم اللي فيها امن سيبراني، وفيها
كل يعني فيها تفرعات كتيره قوي، تفرعات يعني، وكل تفرع فيهم في برضه تفرعات. عندك البرمجيات بتخش بتدرس بقى جميع لغات البرمجه وبتتخصص في لغه واحده، يعني عندك سي بلس بلس، سي شارب، بايثون، اي لغه برمجه عموما، HTML، جافا سكريبت، اي لغه برمجه انت بتدرسها وبعد كده بتبتدي تتخصص في لغه واحده. بس انا لو هرجح البايثون لانها اكتر لغه شامله للكل. ال HTML موجود لمواقع التواصل الاجتماعي طبعا شغاله بيه. تمام. بس ايه تطوير الويب؟ عندك تطوير الويب، عندك بتستخدمها في الهاكر، عندك دي بيستخدمها في انشاء التطبيقات والبرامج الابلكيشنز، عندك بص الالعاب. بايثون داخله في كل حاجه عموما، متخصصه في كل حاجه. وانت كده سواء انت تخصصت شبكات سواء او تخصصت بروجرامز، انت كده هتدخل هتاخد لازم يكون معاك اللغات دي، تكون فاهمها على الاقل، يكون عندك نبذه مختصره عن الكل، ويكون انت متعمق في واحده منهم عشان تعرف تتعامل بين الكل. اتكلمنا عن فرص العمل. فرص العمل اللي زي ما قلت انت تقدر تشتغل حسابك الخاص، تقدر تشتغل في الشركات. طبعا لما بتتخصص جوه زي ما قلت لكم بتبتدي تتخصص في حاجه معينه وتمسكها، فبتبتدي ان انت بتتقسم في الحاجه ديت، وبتبتدي ان انت تاخد مجال معين فيها، وبتبتدي ان انت تدرسها كويس وتتدرب عليها كويس. بعد كده انت لما بتشتغل بتاخد خبره، مع الخبره بيزيد راتبك عموما، بيزيد مكانتك، بيزيد خبرتك، بيزيد كل حاجه عندك. انت ممكن تشتغل، ممكن تخش ضابط في القوات المسلحه، ساعتها تاخد يا مخابرات يا امن الدوله، تمام، حاجه من الاثنين، لان الاثنين دول انت اصلا يا مخابرات حربيه يا مخابرات عامه يا امن دوله، انت في قسم من اخطر المجالات الموجوده دلوقتي، وطبعا مطلوب جدا. تقدر تشتغل في السعوديه، تقدر تشتغل في اي دوله من دول العالم، لان القسم ده مطلوب بشده دلوقتي. القسم ده مطلوب عشان خاطر ان هو ده اللي جاي. انا كان قدامي حوالي 5 اقسام او 6 اقسام في الكليه. كان عندي ميكاترونكس، طبعا الميكاترونكس انا درسه هنا، الاستاذ محمود كان بيديهولي والباشمهندسين كلهم، الباشمهندس محمود كله كان بيديني الميكاترونكس. انا دارس هنا ميكاترونكس، بس انا كان عندي قدامي ميكاترونكس واوتوترونكس، تكنولوجيا الطاقه الجديده والمتجدده، تكنولوجيا التكييف والتبريد، تكنولوجيا المعلومات. انا اخترت تكنولوجيا المعلومات اللي هي IT علشان المجال هو اللي جاي فعلا، هو بصوره عامه اكبر بتتعامل فيه بكل حاجه، يعني كمكانه اكبر وكراتب احسن، كل حاجه هو اللي جاي. حد عنده سؤال يا شباب؟ طيب قبل ما نقفل، يعني انتوا كده في امل قدامكم، اتفتحت الابواب قدامكم اللي فيه، يعني اللي عاوز بيلاقي، اللي يتعب ربنا بيديله على قد تعبه. في زمايل كتير اللي من الدفعه، معظم زمايل من الدفعه دخلنا نفس الكليات دي، معظم زمايل من الدفعه، عشان كلنا الحمد لله كنا بنتعب، كلنا كنا بنجتهد وبنذاكر، كلنا مركزين على حلم واحد وهدف واحد. كل سنه وانت طيب، ربنا يوفقك. لينا زياره كل رمضان تقول لنا انت فين، نطمن عليك وندي بشرى لزمايلك واخواتك، نبشرهم بالخير ان شاء الله، وربنا يبشرك بكل خير ويديلك فوق ما تتخيل اللي يكون خير ليك ولأسرتك وللوالد والوالدة، ربنا يبارك فيهم ويطعمهم من الجنة وانت معاهم، ويرزقهم البر بتاعك، ويرزقك رحمتهم ودعائهم الجميل. ربنا يبارك فيك وفي نبتك الصالح، ويبارك في الشباب الجميل اللي معانا ده، ونشوفكم برضو زيه في يوم من الأيام ونسجل معاكم. كل سنة وانتم طيبين كلكم. وتشرفنا اليوم بالطالب ابننا عبد الغفور اللي من أشمون منوفية. أهلا وسهلا بيك، في أي وقت تشرف وتنور مكانك. فاكر المكان ده كنت بتقعد فيه؟ كنت بتقعد هنا اهو، وكنت بتدرس هنا، كان مكانه هنا، هو نفس المكان ونفس الفصل ونفس السبورة. ويا رب نشوفك بقى في أعلى عليين، وبعد كده في الفردوس الأعلى إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنتم طيبين يا أولاد.